السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أهلا بكم. والمرة اللي فاتت بفضل الله تكلمنا عن فكرة النبي في بيتي، وقعدنا نستشعر ونتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم معانا في بيتنا. وبعد كده إن شاء الله النهاردة ننتقل مع بعض عن موضوع ألا وإنه موضوع التوبة. التوبة إن شاء الله هنتكلم مع بعض فيها عن 4 فيديوهات. كل فيديو ان شاء الله هتكلم فيه عن خطوة من خطوات التوبة الى الله جل وعلا. كل اسبوع ان شاء الله هيكون في فيديو. اول حاجة النهارده ان شاء الله هنتكلم عنها، حبيت اتكلم عن حب الله لعبده. وان شاء الله الاسبوع الجاي هنتكلم عن قصص لبعض الناس اللي تابوا، ونطلع منها بفايدة وقيمة. تالت حاجة هنتكلم مع بعض عن كيف نتوب الى الله وكيف نثبت على التوبة. كتير جدا من ممكن نتوب الى ربنا وبعد كده نرجع تاني. وبعد كده في الاخر خالص ان شاء الله في اخر فيديو في رابع اسبوع هنتكلم على فضل وجمال اللي انت تدعو الناس اللي هم يتوبوا الى ايه، الى الله جل وعلا. اما النهارده هنتكلم بفضل الله عن حب الله الى عبده. حب الله الى عبده اول حاجه. اما مثلا نتذكر مع بعض احنا صغيرين زمان، اما يجي مثلا ولد صغير يعمل مثلا حاجه غلط ولا حاجه، فتلاقي والدته على طول مسكته وعاقبته في وقتها لو هي شافته. وبعد كده اما نكبر مثلا بعض الشباب تلاقيه يميل للسجاير ولا حاجه فيبدا يشرب سيجاره. تخيلوا بقى لو والده شافه وهو بيشرب اول سيجاره مثلا او تاني سيجاره، هو شايف بقى ابنه جميل المحترم بيشرب سجاير، فعلى طول تلاقيه اتعصب وكده راح ماسك ضربه ومش عارف ايه وعلى طول العقاب بينزل في وقتها. اما ربنا سبحانه وتعالى كتير جدا بنعصيه، كتير جدا بنظلم انفسنا، وهو سبحانه وتعالى على طول شايفنا، وعلى طول دايما دايما دايما. حتى لو انت في اي مكان، في اوضتك، في الصحراء، في الفضاء، في اي مكان، هو برضه سبحانه وتعالى شايفك. ومع ذلك العقاب بتاعه مش بيكون فتح مهما عملت من ذنوب، الا بقى بعض الناس اللي فجروا فعلا وفسدوا في الارض، فربنا يسخطهم في وقتها ويعاقبهم في وقتها، ولكن نادرا بنشوف الكلام ده موجود. فاحنا عايزين نتكلم عن حب ربنا جل وعلا. اما انت تيجي تعصي ربنا، هو سبحانه وتعالى العقاب على طول مش في وقتها، وممكن يتوب عليك. اسمع ربنا سبحانه وتعالى وبيقول لك ايه: والله يريد ان يتوب عليكم. والله يريد ان يتوب عليكم. شوف ربنا عايز بيديلك الثقة، بيقول لك ما تخافش، انت عصيتني تعالى توب وما تخافش. شوف الآية بتقول والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. الذين يريدون أو يتبعون الشهوات اللي انتوا تميلوا ميلا عظيما عن ربنا وتبعدوا عن ربنا. أصحاب القنوات والمغنيين والمطربين اللي بيدعوا الفن والثقافة عايزينكم انتوا تميلوا إلى الله بعيدا عن الله. الناس في الغرب بيحاولوا اللي هم يحاربونا في الطريق دي ويبعدونا عن ربنا عن طريق الأفلام والمسلسلات وعن طريق الأغاني وعن طريق الإنترنت وبعض الحاجات دي كلها تلهينا عن ربنا. فربنا بيقول إيه: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. اسمع كمان ربنا بيقول إيه: الله إن الله يخفف عنكم، إن الله يخفف عنكم وخلق الإنسان إيه؟ ضعيفا. ربنا عارف إن أنت ضعيف. ربنا يقول لك إيه: ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربنا عارفنا قد إيه إحنا ضعفة، وممكن الشيطان مرة يذلنا ويغلبنا، ومرة الهوى، وممكن النفس. فعارف ربنا سبحانه وتعالى، عارف إن أنت في محن وفي شدائد، فدايما بيقول لك ما تخافش، توب إلي، ارجع لي. في قصة كنت عايز أحكيها، هنطلع منها بقيمتين هقولهم بعد القصة. القصة دي بتقول، أو أنا هكلم بلسان الست اللي هي تابت. هي ما تابتش، هي أسلمت. الست دي كانت نصرانية وكانت شغالة مدرسة. القصة دي من الفيوم. الست دي من الفيوم، كانت نصرانية وكانت شغالة في مدرسة اسمها الثانوية بنات في الفيوم. وبعد كده الست دي جت جاية وهي ماشية في الطريق، في عربية راحت خبطتها فرجليها اتكسرت وراحت المستشفى وركبت مسامير وعملت عملية في رجلها. فبعد كده ما كانت مش هتقدر تمشي أو تقف فترة طويلة عشان تشرح للأولاد، فأخذت ورقها ونقلت من بدل ما تدرس للناس الطلبة، بدأت ليها تقعد في مديرية التربية والتعليم على مكتب علشان تقدر تشتغل في شغل الإدارة نفسه، ملهاش دعوة بالتدريس والتعليم. وبعد كده كان في شاب ملتزم ومحترم، راجل محترم جدا جدا،
كان دايما يجيب لاخوانه اللي موجودين معاه قصص عن توبة الناس، يجيب لهم شرايط عن الصلاة. يجي الظهر يأذن يشوف الناس اللي نفسهم يصلوا كده، ويجي يقول لهم ما تيجي تصلي معايا. فهي كانت قاعدة وشايفة الراجل ده المسلم، وهي كانت نصرانية. فعمالة تبص كده، هو ليه المسلمين بيعملوا كده؟ وليه احنا ما نقدرش نعمل كده؟ ليه احنا ما نقدرش نجيب شرايط مثلا عن ديننا ونعمل كده ونعلن عنها في العربيات وفي الشوارع زي ما هم بيعملوا؟ ألسنا على حق؟ فبدأت فكرة الإسلام وفكرة هل النصرانية باطلة أم لا تدخل في دماغها. بدأت فعلا تفكر وتشوف يا رب أنا فين؟ هل أنا في الطريق الصحيح أم أنا في الطريق غلط؟ فبدأت فعلا اللي هي تدخل في زي نقول محنة شديدة جدا، اللي هي والدتها توفيت. هي كانت متعلقة جدا بوالدتها جدا جدا جدا. فطلعت فوق سطح بيتها وبدأت تبص لربنا، وكان وقت الغروب، وبدأت تقول يا رب يا رب يا رب ارشدني طريق الصحيح، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ففجأة سبحان المدبر والهادي المغرب يأذن، وبعد كده الإمام بيكون الصلاة ويصلي. تمام. احنا بعض الناس الأئمة يقول لك احنا ممكن ندخل نحضر مثلا سورة البقرة نصلي بيها مثلا في العشاء، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يلهمك كده ان انت تصلي مثلا بسورة تانية في جزء عام. فربنا سبحانه وتعالى هو اللي عايز مثلا دلوقتي اللي انت هتصلي في الوقت ده بآيات معينة. فسبحانه وتعالى خلى الإمام ده يصلي على طول. أول ما قرأ طبعا قرأ الفاتحة، فهي بدأت تسمع الفاتحة منه بيقول ايه: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لحد نهاية الفاتحة. وبعد كده دخل على سورة ايه؟ دخل على سورة الضحى. اسمع كده معايا. وهي بتسمع برضه وبتقول، انا اول مرة اسمع الآيات دي، بتقول ايه بقى؟ والضحى والليل إذا سجى. الليل بدأ يدخل علينا. اسمع بقى: ما ودعك ربك وما قلى. هي بتقول انا حسيت ان ربنا بيكلمني، انا حسيت ان ربنا بيقول لي ايه؟ ربنا مش هيسيبك ابدا. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. الآخرة أحسن 100 مرة من الدنيا، أحسن 100 مرة من شغل التدريس والتعب والإدارة والكلام ده كله. وللآخرة خير لك من الدنيا، من الأخرى. والآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. مش والدتك ماتت وبدأ هو يخليك تقربي منه وتبتدي تسمعي القرآن. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. انت مش عارفة انت رايحة فين وجاية منين، يا ترى الإسلام هو الصح أم النصرانية هي الصح؟ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. وبعد كده خلص السورة الإمام، خدت قرار بينها وبين نفسها اللي هي تدخل في الإسلام. وفعلا بدأت تجيب كتب عن الإسلام وبدأت تقرأ، وفعلا دخلت في الإسلام. ولكن كان في بعض المشاكل. إيه هي المشكلة الأولى؟ إن زوجها كان نصراني لسه، وكان لها بنتين برضو ما زالوا نصارى. هتعمل إيه؟ هتلبس الحجاب إزاي؟ لبسها هيكون إزاي؟ هتقول إزاي البابا عندهم في الكنيسة أنا بقت مسلمة؟ فدي كلها كانت مشاكل كبيرة جدا، وحاجات ما تقدرش اللي هي تواجه الناس بيها، مش عارفة تعمل إيه. مرة في مرة كانت علاقتها كانت قوية جدا 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 مع بنتها الكبيرة. ففي يوم من الأيام هي بدأت تخرج، وبعد كده بنتها الكبيرة قالت لها يا ماما أنا عايزة أخرج معاكي. قالت لها لا أنت مش هتخرجي معايا. فبدأوا يتخانقوا مع بعض. فهي مامتها اللي هي أسلمت راحت ضربها، وكانت أول مرة تضربها، وراحت سايبة البيت ومشيت، وخدت أختها الصغيرة معاها. فالبنت هي أساسا من الأول بدأت تحس إن أمها بدأت تتغير، بدأت تقعد بالساعات لوحدها في الأوضة قافلة عليها الباب. بدأت تقول لها مثلا لما تيجي تقدم لها طلب ولا حاجة تقول لها متشكرة يا بنتي، الله يسلمك يا بنتي، الله يبارك فيك يا بنتي. فالكلام ده ما كانتش بتسمعه قبل كده. أنا أول مرة أسمع الكلام ده، الله يبارك فيكي، وإحنا مسلمين ولا إيه؟ فبعد كده الأم بدأت تفكر في بنتها إزاي أضربها، إزاي أخرج كده وأضربها، دي بنتي حبيبتي دي صاحبتي، إزاي أضربها كده، أنا أول مرة أضربها. وبنتها برضو في البيت عمالة تقول إيه: أنا زعلت ماما قوي، أنا فعلا عمري ما زعلت معاها كده. فدخلت أوضتها البنت وبدأت تفتح الدولاب بتاعها، فشافت فعلا كتب عن الإسلام، وعرفت إن مامتها أسلمت. فبدأت تقرأ في الكتب دي، وفعلا أول ما قرأت الكتب دي ربنا هداها ودخلت هي كمان في الإسلام. فرجعت أمها متشوقة جدا لبنتها. أول ما شافتها راحت واخداها بالحضن وقالت لها يا ماما أنا بقيت معاكي في الحق، يا ماما أنا دخلت معاكي في الحق
وعرفت ان ربنا واحد احد لا شريك له، ودخلت البنت التانية في الاسلام. اما البنت التانية الصغيرة فحلمت حلم ان ربنا قام القيامة وداخل اهل النار النار واهل الجنة الجنة، وربنا اخذها واخذ كل النصارى وعلى طول حطهم في النار. فصحت من النوم مفزوعة: الحقيني يا ماما، الحقيني يا ماما، انا شفت كذا 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 في الحلم. فتلاقي بنتي: هو الاسلام هو الطريق الصحيح، الاسلام هو اللي يوديك الجنة ان شاء الله. فتلاقي كده: يا ماما تسيبيني وما تاخديش معاكي للجنة. فتلاقي: حبيبتي انا كنت بحاول معاكي بس كان لازم استنى واحدة واحدة علشان اقدر ادعوك للاسلام. ودخلوا التلات او البنات او الام واتنين بناتها دخلوا في الاسلام بعد صعوبة. وجوزها معرف كده بدأ يسيب البيت ويمشي، ما ينفعش يبلغ عنها علشان محدش يأذيها، وبدأت تمشي وبدأ يمشي ويبعد عنها. انا عايز اقول لكم نطلع هنا بحاجتين. اول حاجة اللي احنا نستشعر نعمة الاسلام علينا، اللي احنا اتولدنا واحنا مسلمين. شايفين الام قد ايه كانت تعبانة، وقد ايه مش عارفة تلبس الحجاب ازاي، وقد ايه هتكلم جوزها ازاي وتقعد معاه في شقة واحدة ازاي. والبنات برضو مواجهتهم لأهل الكنيسة أو المجتمع ازاي هيتعاملوا مع ده كله. احنا بقى اتولدنا وبقينا مسلمين، عملنا ايه؟ احنا شفنا بقالنا اكتر من 20-30 سنة والناس 50-60 سنة مسلمين. عملتوا ايه الاسلام؟ ايه اللي حصل؟ سيدنا سعد بن معاذ 7 سنين في الاسلام، اما مات عرش الرحمن اهتز للموت، وبدأت 70,000 من الملائكة بيشيعوا جنازته، مع انه قعد 7 سنين بس في الاسلام. يمكن انت وده 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 يعرفوا اكتر منه في الاسلام، ولكن هو غير في المجتمع، اثر في قومه، دخل اهل المدينة الاسلام. فدي كانت قصة البنت، او اول فكرة او اول قيمة طلعنا منها احنا نستشعر نعمة الاسلام. اما تاني نعمة برضه هي حب الله لينا. ربنا سبحانه وتعالى اما هدى الامام اللي هو يصلي بصلاة الضحى وان هي تسمع صوت الضحى، وربنا سبحانه وتعالى اللي ألهم البنت الكبيرة تدخل أوضتها وتفتح الدولاب بتاعها وتشوف كتب الإسلام وتقرأ وتدخل في الإسلام. ربنا سبحانه وتعالى اللي ألهم البنت الصغيرة في الحلم إن هي على ضلال. شايفين ربنا؟ شايفين بيتابعهم إزاي؟ علشان هو إيه؟ عشان شايف في قلبهم الخير، عايزين فعلا يروحوا ربنا، عايزين يروحوا للحق، عايزين يشوفوا فين الباطل وفين الحق. ربنا بيقول سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. احنا أسرفنا على أنفسنا، ربنا بيقول لا تقنطوا من رحمة الله. اسمع بقى: إن الله يغفر الذنوب جميعا. ربنا بيغفر أي ذنب، أي ذنب. والله ممكن ربنا يغير الكون كله علشانك انت، علشان توبتك انت. وحصلت قبل كده مع الراجل اللي قتل 99 نفس، وبعد كده الناس نصحوه اللي هو يسيب أهل المدينة دي ويروح مدينة الصالحين، فمات في الطريق. فنزلت ملائكة الرحمة وتشوف اللي هو المفروض يدخل الجنة، ونزلت ملائكة النار والعذاب إن هو لأ، هو لازم يدخل النار، إن هو ما سجدش لربنا ولا سجدة. وربنا سبحانه وتعالى أما شافهم اتفقوا على إن لو كان الراجل ده قريب من المدينة الصالحة فيدخل الجنة، أو قريب من مدينة الناس الفجرة الكفرة فيدخل النار. فربنا سبحانه وتعالى شافه قريب من مدينة الكفرة الفجرة فغير الكون كله بأكمله، وغير الأرض علشان يقرب الراجل ده من المدينة الصالحة. شايفين حب ربنا؟ ربنا يقول: رحمتي وسعت كل شيء. لو انت تعتقد ان ذنبك ده اكبر من رحمة ربنا يبقى انت غلطان. اي ذنب انت عملته انت برضو هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى برضو قادر ان هو ايه يغفر لك ذنوبك. النهاردة هو ده كان موضوع الحلقة والفيديو الاول من موضوع التوبة، هو حب الله إليك أنت وإلى كل الناس. المرة الجاية إن شاء الله نتكلم مع بعض عن بعض القصص من الناس اللي تابوا من المسلمين ونطلع بها بفايدة معينة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.